تاج الذكر صدقت، لا إله إلا الله. أنا وقفت على أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، ذهبت عنه الوساوس أو حماه الله عز وجل من الوساوس. يعني أثر التوحيد، أثر كلمة لا إله إلا الله. والأخ اللي قال هنا تاج الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن هذا يحقق التوحيد. يعني يصبح القلب متجه إلى الله، ما يذهب لا يمنة ولا يسرى. لأن كما قلت لكم أن سبب كل هذا الخوف سببه الشرك. يعني الشرك يشلخ الشرك اللي هو محبة الدنيا، كل ما يتعلق بالدنيا فوق محبة الله، تقديمها على محبة الله، هذا الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء. من قالها هذا الحديث طبعا رواه الطبراني وقال أنه ثبت عن مثل هذا الحديث أنه أذهب الله عنه الوساوس، اللي هي كلمة لا إله إلا الله يا إخوان. لأن لا إله إلا الله تحقق التوحيد، والشرك يجيب لك الخوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، الرعب اللي هو فوق الخوف ترى. يعني إذا كان الشرك سبب يجيب لك الرعب، فمن باب أولى أنه يأتي لك بالخوف والقلق والهم والغم. فأنت أكثر منها كلمة التوحيد حتى تتحرر من الشرك، لأن الشرك يجيب لك الخوف. فإذا أكثرت من هذا ذهب الخوف. إذا ذهب الخوف أنا ثقة بالله وتوكلا عليه من هذا المنبر أقول: من استطاع أن يعالج الخوف في نفسه والله العظيم ستذهب عنه كل الأمراض بلا استثناء. الأمراض النفسية كلها سبب الخوف. القرآن الكريم مليء بهذا. شوف: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله يخوفونهم. شوف: الذين جمعوا لكم يعني يبغون يقتلونكم، إيش قالوا حسبنا الله ونعم، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. من يستطيع أن يتحرر من الخوف لا يمسه سوء بنص القرآن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافون. كيف نذهب الخوف؟ أنا كما قلت لكم، أنا تكلمت في بداية الحلقة هذه عن مذهبات الخوف، لكن فيه في القرآن الكريم ذكر الله في سورة البقرة النفقة والصدقة في سبيل الله، ثم بعد قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فلا خوف عليهم. فهل النفقة والصدقة سبب لأنها تذهب الخوف؟ أنا أقول نعم، لأنه فلا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة. نعم.